بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجنا الموسوم بنور على نور. في هذا اللقاء سنعرض لأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات يسيرات أم لهن موقف معين من حياته صلوات الله وسلامه عليه دلت على حزنه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: تدمع العين يحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من هذه الكلمات اليسيرات المتتابعات المنتظمات كالدرر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتبسنا عنوان هذا اللقاء، وعنوانه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، تأصيلا للمسألة نقول: الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وكلما ارتفعت همة المرء ومعرفته بربه ارتفع نظرته للحياة، فعلم أن الحياة لم تخلق لتكون متاعا، والله يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا تحرر هذا عند العقلاء الفضلاء من الخلق، فكيف سيكون تحرره وفقهه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ريب أن له في ذلك القدح المعلى، وأنه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في كل فضل. الله جل وعلا يبتلي بالعطاء والمنع، ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل. نعمة الولد نعمة محببة طالما طلبها الصالحون ربهم. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. وهذا أمر جبلت عليه النفوس شرعا وطبعا عقلا ونقلا، لا يماري في هذا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام رزق أول الأمر من زوجته المباركة أم المؤمنين خديجة، رزق منها 6، 4 إناث وذكران، القاسم وعبد الله. ثم إنه لم يلبث أن قاسما وعبد الله توفيا، وبقيت البنات 4، ثم ماتت رقية، ثم ماتت أم كلثوم، ثم ماتت زينب، ولم يبق إلا فاطمة له صلوات الله وسلامه عليه. فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبعث عليه الصلاة والسلام الرسل والكتب إلى الملوك والأمراء والسلاطين في الجزيرة وما حولها، ممن بعث إليهم صلى الله عليه وسلم رسائل يدعوهم إلى الإسلام المقوقس عظيم القبط في أرض مصر. ولم تكن مصر يوم ذاك قد دخلت في حكم الإسلام. هذا المقوقس لم يؤمن، لكنه تقبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإجلال، وأكرم من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وبعث هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منها بغلة، ومنها جارية تدعى مارية، ومعها أخت يقال لها شيرين، أهداها النبي صلى الله عليه وسلم أو وهبها لحسان بن ثابت. مارية هذه تسراها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفها أنها ملك يمين له عليه الصلاة والسلام، والله يقول: إلا ما ملكت يمينك. من هذه الجارية القبطية أصلا حملت أو ولد إبراهيم ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس يقول: ولد لي الليلة غلام أسميته باسم أبي إبراهيم، أي سميته إبراهيم تسميا باسم أبي الذي هو خليل الله إبراهيم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية خليل الله إبراهيم، وهو أشبه الخلق به صلوات الله وسلامه عليهما. إبراهيم هذا اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم مرضعا. هذه المرضع كانت في عوالي المدينة، جنوب المدينة، مكان معروف إلى اليوم.
وكانت هناك امرأة ترضعه من الأنصار وزوجها يعمل حدادا، والمرضعة تسمى ضئر، فكانت ترضع إبراهيم. فهو عليه الصلاة والسلام كان يخرج من المدينة أي من قلبها من مسجده وحجراته إلى عوالي المدينة، تارة يكون معه بعض أصحابه، وتارة يكون معه أنس، وتارة يكون معه آخرون. في تلك الغدوات والروحات كان صلى الله عليه وسلم يأتي ابنه إبراهيم ويرفعه إليه ويشمه بأبيه هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويضع إبراهيم. وكان عليه الصلاة والسلام ينتظر من الأعوام أن تمر، ومن الرضاعة أن تنتهي، ومن الأشهر أن تنجز، حتى يعود إبراهيم إلى البيت ويغدو ويروح فيه. لكنه بعد 18 شهرا من هذا الحدث المبارك يأتي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي سيف الحداد الذي هو زوج المرضعة، فإذا إبراهيم في 18 من الأشهر يجود بنفسه، فيحمله صلوات الله وسلامه عليه ويقبله وتذرف عيناه الدمع، فيقول له عبد الرحمن بن عوف أو رجل آخر: أو أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم يموت إبراهيم، فيقف صلى الله عليه وسلم ليقول هذه الكلمات التي استفتحنا بها هذا اللقاء المبارك: تدمع العين، يحزن القلب، لكن دمع العين وحزن القلب لا يدفعنا إلى أن نقول ما يسخط الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ثم يقول: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من هنا اقتبسنا عنوان هذا اللقاء: حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها سلسلة أحزان متتابعة. مات أبوه وهو حمل، وقطعا لن يكون هناك حزن لأنه لم يراه، لكنه بعد ذلك ولد وكان غلاما ينظر ميمنة وميسرة، ويرى أقرانه يفيئون إلى آبائهم، وهو عليه السلام لم يمتع أصلا برؤية أبيه. فبدهي أن يشتد التعلق بالأم، فيتعلق بالأم إلى 6 سنين مضى أكثرها في بادية بني سعد، وعاد وهو في سن 4 تقريبا، عامان يتلهف على أمه، يأوي إلى صدرها، تموت الأم، لم يبق إلا الجد، ذلك الشيخ المحدود بالظهر الكبير، فيتعلق به عامان ويموت الجد، فلم يبق إلا أن يأتي إلى بيت عمه أبي طالب مع جملة أبناء آخرين لأبي طالب. يمكث صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ثم تكون بعثته والشرف العظيم الذي قلده الله إياه، والفوز الكبير الذي أعطاه الله نبيه عليه الصلاة والسلام. يتزوج خديجة، وما أدراك ما خديجة، زوجة وأي زوجة، كانت نعم الزوج لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد واستني بمالها حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وكان لي منها الولد. كل تلك بعض صفاتها رضي الله عنها وأرضاها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب نعم كان كافرا، لكنه كان نعم النصير لنبينا عليه الصلاة والسلام. وفي عام واحد يموت أبو طالب وتموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويتواصل وضع حزنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأصحاب في وصفه: كان النبي عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان. تكون الهجرة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن أذن لبعض أصحابه بالهجرة قبل إلى الحبشة. ممن هاجر إلى الحبشة أحد أبناء عمه كثير الشبه به، هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وليست فرقة الأحباب شيئا يطاق، لكن الجهاد والدعوة تتطلبان هذا،
فجعفر في الحبشة، ومحمد بن عبد الله عليه السلام في مكة، ثم محمد في المدينة عليه السلام، وجعفر في الحبشة، فيبقى صلى الله عليه وسلم في المدينة. تكون غزوة بدر، فهو يعود منتصرا من بدر، لكنه يخبر أن رقية ماتت. نعم، انتصر المسلمون في تلك المعركة وأعليت شوكة الدين، لكن محمد بن عبد الله الوالد الأب لبنته ماتت البنت، ماتت رقية. زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بعدها أم كلثوم. لم يمضي أشهر أو سنون معدودات تموت أم كلثوم، تموت أم كلثوم، فلم يبق إلا زينب وفاطمة. السنة السابعة يكون ثمة فرح، هذا الفرح سببه ما فتح الله على المؤمنين في خيبر. يأتي جعفر تتم الفرحة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ويقبل صلى الله عليه وسلم جعفر بين عينيه فرحا به. كان جعفر في 42 تقريبا من عمره. يعود الجيش قافلا إلى المدينة، ومعهم من أشبه خلقه وخلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له: أشبهت خلقي وخلقي. وهو أول الخمسة الأكثرين شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر عليه الصلاة والسلام أن الروم تعد العدة، يبعث الجيوش إلى مؤتة. على رأس تلك الجيوش جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بجبريل ينعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، لتوه فرح عليه الصلاة والسلام بقدوم جعفر، ولم يدم ذلك الفرح عاما، وإذا بجعفر يموت شهيدا في مؤتة. تلك المحبة المكنونة لجعفر لابد أن يتلقاها أحد، فتنصرف إلى أبنائه، أي إلى أبناء جعفر، فيمكث صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا يدخل على أسماء زوجة جعفر، يريد منهم أن يخرجوا ما في قلوبهم من الحزن والبكاء، ويترك لهم متسعا من الوقت، لأنه لو كان صلى الله عليه وسلم بينهم لربما كتموا عواطفهم وحبسوا مآقيهم إجلالا لرسول الله، لكنها الحكمة النبوية والدراية المحمدية أمهلهم 3. بعد أن أمهلهم 3 قدم إليهم، دخل عليهم وهو مكلوم مثلهم صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أخبر الناس باستشهاد حمزة وعبد الله وزيد كانت عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. ضم أبناء جعفر إليه، ومن حظهم سينالون من الحظ والمحمدية ما ينالون. حلق رؤوسهم تيمنا بتغير الحال، لعل ذا في ذلك فألا حسنا لهم وتبدل الأحوال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخبر وهذا قبل ذلك بموت زينب ابنته تقريبا في السنة 6. ثم جاءت هدية المقوقس التي قدمناها بمارية القبطية، فيرزق صلى الله عليه وسلم ابنا يسميه باسم أبيه إبراهيم، ويتردد ليراه كما حررناه آنفا، حتى إبراهيم هذا لا يقدر له أن يعيش 18 شهرا. فتأتي تلك الأحزان كلها مختومة بموت إبراهيم، ليقول الصادق المصدوق: تدمع العين يحزن القلب. إنه من الخطأ العظيم أن نأتي لأحد فقد حبيبا أو أثيرا أو جارا أو صديقا فنلومه على البكاء أو نعنفه على الحزن. هذا غير معقول، أن نكلف الناس ما لا يطيقون ونطلب منهم ما لا يقدرون. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الصابرين، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الراضين بقدر الله جل وعلا. لكن الإنسان يحاسب على تلك الكلمات التي يقولها، ولهذا استدرك صلى الله عليه وسلم معلما أمته قائلا: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
فالمسلم يعلم أن الكلمة قد تهوي به في النار 70 خريفا، كما أن الكلمة قد ترفعه في رضوان الله ما ترفعه. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكنه لا يستطيع أن يقدر أن يكتم حزنه. وفي الحديث أنه أقسم قال: والله إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقد الأبناء ليس بالأمر الهين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن في الحديث القدسي: من فقد صفيه ثم صبر ورضي بنى الله جل وحمد الله، بنى الله له بيتا في الجنة يقال له بيت الحمد. والإنسان إذا فقد أثيرا حبيبا، متعنا الله وإياكم بمن نحب، إذا فقد أثيرا أو حبيبا ثم صبر ورضي وحمد الله، كان ذلك الأثير الولد الأب الزوجة كان في ميزانه. وهذا يجب أن يستصحبه المرء عند فقد الأحبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كل ذريته الذين ماتوا في حياته في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام في ميزان ابنته فاطمة. وهذا من أعظم ما ترجح به فاطمة على كثير من النساء، أن والدها صلى الله عليه وسلم صبرت على موته، فهو في ميزانها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان لعمر بن عبد العزيز ابن يقال له عبد الملك، فيه من الصلاح ما فيه، فمات في حياة أبيه. فلما وقف عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك قال: الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك. ونحن وإن كنا نستشهد بهذا الخبر عن هذا الرجل الصالح المشهور بصلاحه بين المسلمين، لكن إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. حسبنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان يبتلى بفقد الأحبة، إما فقدا عارضا كالسفر وبعد الديار ونأي الأوطان، وهذا لا يلام فيه أحد. أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم، سقاني الهوى كأسا من الحب صافية، ألا ليته لما سقاني سقاكم. هذه عواطف، مشاعر، أحاسيس لا يمكن أن نجرد الناس منها إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع. حب الرجل لزوجته، لأبنائه، لبناته، لوالديه في المقام الأول، حب الوالدة لولدها. الله يقول مطمئنا أم موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال تبارك وتعالى: كي تقر عينها ولا تحزن. فانظر كيف تكفل الله جل وعلا بقلب أم موسى أن يصيبه الحزن، فهي معذورة إذا فقدت ابنها. فالمقصود من هذا الحديث كله أن الإنسان يحاول أن يزرع أو يغرس في الناس الطرائق المثلى في التعامل مع الأحداث. وفقد الأحبة ليس بالأمر الهين. فإن رأينا من أحد لا قدر الله منكرا حال عزاء، فإن الوقت لا يأذن ولا يشفع لنا أن نقدم إنكارنا، نؤجله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا حتى تذهب الصدمة الأولى ولوعة الفراق ويخف الأمر ووطأته، فإن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة أعاذنا الله وإياكم تبدأ كبيرة ثم تصغر. المقصود من هذه الوصايا التي ننوع في طرائق عرضها أن نعلم أن الدنيا خلقت مشوبة بالكدر، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وهذا محال أن يطلب من الماء جذوة نار. نعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة في حال فرحه وحال حزنه وحال عبادته وحال معاملته وشرائه، بل في شأنه كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن أعظم ما أصيب به صلى الله عليه وسلم هو ذلكم الشهر المعروف بشهر الأسى، عندما رمي العرض الشريف واتهمت أم المؤمنين الصادقة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، اتهمت بصحابي جليل خير فاضل رضي الله عنه وأرضاه وصفوان بن المعطل، فلا صفوان نال منها ولا هي نالت منه، كلاهما بريئان صادقان،
قال الله جل وعلا أولئك مبرؤون مما يقولون، أي ما لاكته الألسن من قبل وما تلوكه بعد ذلك، كل ذلك باطل محض بإظهار الله جل وعلا لبراءتها. فمر ومضى شهر من الأسى والحزن عليه صلى الله عليه وسلم، لا دليل ظاهر على الأرض ولا وحي ينزل من السماء، حتى يبقى الحزن متواصلا فيه صلى الله عليه وسلم، رفعا لدرجاته وعلوا لمنزلته، وبيانا أن الدنيا ليس لها مثقال كرامة عند الله من حيث الجملة، وإلا لما عاش سيد الخلق وإمام الأبرار صلى الله عليه وسلم شهرا من الأسى والحزن. لكن لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء، كما في الخبر الصحيح. والمقصود أيها المبارك أن الإنسان يهون عليه، وقد جاء في الخبر أتاني جبريل فقال يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالإنسان حتى في محبته وعاطفته يجعلها مقيدة بتقييد الشرع، حتى إذا فقد أحبته نعم كما قلنا يكون فيه شيء من الحزن والتأسي والأسى، ولا يلام على ذلك ولا يثرب عليه، لكن يبقى إلى أمد. وموعد المؤمنين الجنة. والمؤمن إذا تذكر وتدبر أنه ما من مصيبة أعظم من فقده صلى الله عليه وسلم. صحيح أن أعيننا لم تكتحل برؤيته، لكننا لله الحمد نعيش على هديه على سنته، نقرأ أخباره ونروي آثاره، ونتمنى لو كنا معه كما تمنى هو لو أنه رآنا. لكن إن أخلصت نياتنا وصدقت سرائرنا وانتصرنا على أهوائنا وأقمنا التوحيد في أنفسنا ونبذنا الشرك وراء ظهورنا، لقينا نبينا صلى الله عليه وسلم كما وعدنا ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. فموعدنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم الحوض، قال عليه الصلاة والسلام وأنا فرطهم على الحوض. فالملتقى والموعد الجنة. والمؤمن إذا كان على يقين من أن الله جل وعلا يكرم الصالحين بدخول الجنة، قدر له بعد ذلك أن يوطن نفسه على الأحزان وينتصر على الأسى، رجاء يوم يلقى الله جل وعلا فيه فيلتقي فيه بمن يحب. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وبلال رضي الله عنه لما حانت ساعة موته ودنت لحظات فراقه قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في جنات النعيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.